السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كده صينية بطاطس بالأجنحة. طريقة سهلة وبسيطة، على طول تعمليها نص ساعة تكوني عملتيها معاكي. هنا أنا معايا الأجنحة، معايا توابل فراخ، كمون، فلفل، حبة قرفة، توابل على بعض أقلبها، وملح. هحط نصها على الأجنحة أتبل بيها، ونصها احطها على البصل. بصوا البصل انا مقطعاه، مقطعاه شرايح، قطعيه بالطريقه اللي تعجبك. بس انا صينيه البطاطس يعني بطاطس شرايح، يعني بصل شرايح. حطيت معلقتين صلصه، هنتبل بيهم الفراخ بقى كلهم كده. نتبل بيهم الاجنحه كويس كده كلهم الاول. طريقه سهله وبسيطه وعلى طول تعمليها. هنا انا تبلت الاجنحه، هنا بقى بقيت التوابل بتاعه التوابل والملح بتاعه البطاطس. هتبل بيهم البصل كده خالص عشان ما يبقاش حامي معاكي، يبقى طعمه حلو. هنحط بقى البطاطس، كميه البطاطس اللي انت عايزاها في الصينيه. ومعانا فلفل الوان احمر واصفر واخضر. ونحط البصل بقى اللي محطوط عليه التوابل. ان انا حاطه توابل ملح وفلفل اسمر وكمون وتوابل فراخ ومكعب مرق الدجاج، التوابل اللي بحطها في صينيه البطاطس. هنا بقى نحط طماطم. هنا بقى انا حطيت رشه سكر بسيطه. تحطي رشه سكر عشان ما تبقاش صينيه البطاطس معاكي مزه، تبقى حطي حبه سكر تعدل مزازه الطماطم معاكي. وبعد كده انا رصيت الاجنحه على الوش زي ما انتوا شايفين كده. هحطها بقى على وش النار تغلي، وبعد ما تغلي بصوا كده انا حطيتها على النار تغلي. وبعد ما تغلي يعني 10 دقايق كده هحطها في الفرن بقى. طريقة سهلة وبسيطة وعلى طول بتتعمل معاكي، يعني على طول ما فيش نص ساعة تكوني عملت صينية بطاطس بالأجنحة وسريعة معانا. وهتعملي بقى جنبها الرز اللي يعجبك. أنا عملت معاكم الرز الأبيض قبل كده، رز حبة وحبة، الرز بشعرية. أنا على طلب مشاهدة ليا قالت لي اعملي حاجة واحدة بس عشان نعرف نستفيد ونتعلم منها. بعد 10 دقايق من ما غليت على وش البوتاجاز، انا حطيتها على في الفرن في الرف الوسطاني. هي خدت لون مع نفسها كده، ما ولا شغلت شوايه ولا حاجه، كملت سواه وخدت اللون زي ما انتوا شايفين. انا بقرب لكم من قريب اهو. سهله وبسيطه وجميله، وبتبقى خفيفه وحلوه، ونص ساعه تكوني عملتيها على طول. هنا انا خلصت صينيه البطاطس. احب اقولك ان انتي لو انتي القوطه عندك مش حمرا، هتضيفي لها معلقه صلصه طماطم اللي انا عاملاه معاكم بتاعت الشركات، او تضيفي يعني حتتين بنجر كده تحطيهم يعني 10 دقايق وترفعيهم، ما تزوديش عن كده. هي لما البنجر بتحطيه بيلون معاكي في الطبيخ، وترفعيه على طول، ما تطوليش عليه في غليانه عشان بيأكسد، بتلاقي لونه اتغير والصلصه معاكي بتاعه الطبيخ لونها غير خالص. بس انا عامه بستعمله قليل قوي، يعني انا بسيب القوطه عندي تحمر وادخلها التلاجة لما تحمر. يعني انا بشتري القوطه معايا في السوق تحمر معايا، وبعد كده انا ممكن انقي الحمرة فيها واحطها في التلاجة اول باول. لو ساعات بقى بيبقى في وقت القوطه معاكي بتبقى حمرا وفي نفس الوقت ما بتلونش معاكي، يعني تلاقي لونها فاتح مش احمر في الطبيخ كده، بروح مضطريه بقى ان انا احط فيها البنجر، بيلون معاكي الطبيخ وبيخلي شكله حلو. اتمنى الفيديو يعجبكم، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك معايا في القناه. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.